سأحكي لك اليوم حكاية الصياد مع العفريت. بلغني أيها الملك السعيد أن كان هناك رجل صياد، وكان طاعنا في السن، وله زوجة وثلاثة أولاد، وهو فقير الحال. وكان من عادته أن يرمي شبكته كل يوم 4 مرات لا غير. ثم إنه خرج يوما من الأيام في وقت الظهر إلى شاطئ البحر، وحط مقطفه وطرح شبكته وصبر إلى أن استقرت في الماء، ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة، فجذبها، فلم يقدر على ذلك، فذهب بالطرف إلى البر ودق وتدا وربطها فيه، ثم تعر من ملابسه وغطس في الماء حول الشبكة، وما زال يعالج حتى أطلعها. ففرح ولبث ثيابه وأتى إلى الشبكة فوجد فيها حمارا ميتا. فلما رأى ذلك حزن وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم قال: إن هذا الرزق العجيب. ثم إنه رمى الشبكة مرة أخرى، ولما خرجت الشبكة فإذ بها حمار ميت، فخلصها من الشبكة وعصرها. فلما فرغ من عصرها وبعد ذلك نزل بسم الله وطرحها فيه وصبر عليها حتى استقرت، ثم جذبها فثقلت ورسخت أكثر من الأول، فظن أنه سمك كثير، فربط الشبكة وتعر من ملابسه ونزل وغطس، ثم عالج إلى أن خلصها وأطلعها إلى البر، فوجد فيها زيرا كبيرا وهو ملان برمل وطين. فلما رأى ذلك حزن حزنا شديدا وتأسف. ثم أنه رمى الزير وعصر شبكته ونظفها واستغفر الله كثيرا، وعاد إلى البحر 3 مرة ورمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرت، وجذبها فوجد فيها شقافة وقوارير. ثم إنه رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أرم شبكتي غير 4 مرات، وقد رميتها 3. ثم إنه سمى الله ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن استقرت، وجذبها فلم يطق جذبها من ثقلها، وإذ بها اشتبكت في الأرض، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فتعر من ملابسه وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البر، وفتحها فوجد فيها قمقما من نحاس أصفر ملان، وفمه مختوم برصاص عليه طابع خاتم سيدنا سليمان عليه السلام. فلما رآه الصياد فرح فرحا عظيما وقال: هذا أبيعه في سوق النحاس، فإنه يساوي 10 دنانير من الذهب. ثم إنه حركه فوجده ثقيلا، فقال: لا بد أن أفتحه وأنظر ما فيه وأدخره في الخرج، ثم أبيعه في سوق النحاس. ثم إنه أخرج سكينا وعالجه من الرصاص إلى أن فك القمقم وحطه على الأرض وهزه لينكب ما فيه، فلم ينزل منه شيئا، ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء، ومشى على وجه الأرض، فتعجب غاية العجب. وبعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض، فصار عفريتا كبيرا رأسه في السحاب ورجلاه في التراب، برأس كالقبة وأيده كالمداري ورجلين كالصواري وفم كالمغاري وأسنان كالحجارة ومناخير كالإبريق وعينين كالسراجين أشعث أغبر. فلما رأى الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائسه وتشبكت أسنانه ونشف ريقه وعمى عن طريقه. فلما رآه العفريت قال: لا إله إلا الله، سليمان نبي الله.
ثم قال العفريت: يا نبي الله، لا تقتلني، فإني لا عدت أخالف لك قولا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الصياد: أيها المارد، أتقول نبي الله سليمان؟ وسليمان قد مات من مدة 1800 سنة، ونحن هؤلاء نحن في آخر الزمان، فما قصتك وما حديثك وما سبب دخولك في هذا القمقم؟ فلما سمع المارد كلام الصياد قال: لا إله إلا الله، أبشر يا صياد. فقال الصياد: وبما تبشرني؟ فقال: بقتلك في هذه الساعة، أشر القتلات. فقال الصياد: تستحق علي هذه البشارة يا قيم العفاريت، وزوال الستر عنك يا بعيد؟ لأي شيء تقتلني، وأي شيء يوجب قتلي، وقد خلصتك من القمقم ونجيتك من قرار البحر وطلعتك إلى البر. فقال العفريت: تمنى علي أي موتة تموتها، وأي قتلة تقتلها. فقال الصياد: وما ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك؟ فقال العفريت: اسمع حكايتي يا صياد. فقال الصياد: قل وأوجز، فإن روحي وصلت إلى قدمي. فقال الجان: اعلم أني من الجن المارقين، وقد عصيت سليمان بن داود عليه السلام أنا وصخر الجان، فأرسل لي وزيره أصف بن بريخية، فأتى بي مكرها وقاداني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي، وأوقفني بين يديه. فلما رآني سليمان استعاذ مني وعرض علي الإيمان والدخول تحت طاعته، فأبيت، فطلب هذا القمقم وحبسني فيه، وختم علي بالرصاص وطبعه بالاسم الأعظم، وأمر الجان فاحتملوني وألقوني في وسط البحر، فأقمت 100 عام، وقلت في قلبي: كل من خلصني أغيته إلى الأبد. فمرت 100 عام ولم يخلصني أحد، ودخلت على 100 أخرى وقلت: من خلصني فتحت له كنوز الأرض، فلم يخلصني أحد. فمر علي 400 عام أخرى، فقلت: كل من خلصني أقضي له 3 حاجات، فلم يخلصني أحد. فغضبت غضبا شديدا، وقلت في نفسي: كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت، وها أنت قد خلصتني ومنيتك كيف تموت. فلما سمع الصياد كلام العفريت قال: يا للعجب، أما جئت أخلصك إلا في هذه الأيام؟ ثم قال الصياد للعفريت: اعف عن قتلي يعفو الله عنك، ولا تهلكني يسلط الله عليك من يهلكك. فقال المارد: لا بد من قتلك، فتمنى علي موتة وموتها. فلما تحقق من ذلك الصياد راجع العفريت، وهنا أدركت شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. بكرة قصة جديدة، تصبحوا على خير.